السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. فيديو النهارده ان شاء الله هنستعرض مشتريات انا اشتريتها من السوق. فجبت حاجات تبع خضار وفاكهة الموسم، وحاجات هفرزها هتقعد معايا بالشهور ان شاء الله، وممكن تقعد معايا للشتاء، وحاجات هستعملها دلوقتي. فاذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه هتكون معايا البصل الابيض، ده جميل قوي في الكشري وفي كل حاجه. ده بصل ابيض بس فلاح، مش البصل اللي بيجي في اخر السنه، لا فلاحي. الفلاحين بيبقوا زارعينه. الكيلو ب10 جنيه، جميل قوي 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 قوي. لو هنعمل محشي بصل، لو هعمل كشري، ينفع لكل حاجه. الكيلو كان ب10 جنيه. وده التفاح ما نيجي نشتري التفاح الكبير، بلاش الصغير، عشان الصغير بيبقى يعني ممرر كده ومش حلو. حتى التفاح لو كبير واخضر بيبقى جميل جميل جميل، ودي وقته وده اوانه. الكيلو ب50 جنيه. جبت كمان البتنجان، ده بتنجان رومي فلاحي، الكيلو ب10 جنيه. هي الست كانت بتقوله 15، انا فصلت معاه لحد 10 جنيه. يعني هتلاقوه ممكن من 15 وممكن تلاقوه ب10، بس انا جبته ب10، دي تاني مرة اجيبه ب10. جميل حاليا بقى في المسقعة، وكل حاجة حلوة يتاكل كده جنب الاكل، مش زي بتاع الصوب بتاع الشتاء. جبت نص كيلو فلفل الوان، كان الكيلو ب25، فجبت نص كيلو كده. كملتهولي يعني ب15 جنيه. حبة دول ب15 جنيه. فلفل الوان، طبعا الفلفل الاصفر طعمه جميل جنب الاكل. ويتحط على في كل حاجة. وده ليمون، الكيلو ب40، ده الربع ب10 جنيه. يعني حبات وسط كده، نقي الحباية الناعمة لا تبقى فيها مية. طبعا الليمون غالي ووصل ل60 جنيه. ده مش كنت لقيته في السوق كده ب20 جنيه. جبت 3 كيلو وقلت هعملهم، هخزنهم كده. بعمل منه قمر الدين ومهلبية المشمش، بتبقى جميلة قوي، وهعملها معاكم في الفيديو ده عشان هخزنها معاكم وهتقعد معانا ممكن لرمضان. ده برقوق، الكيلو ب35. البرقوق السنة دي ملوش حل، جميل 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 جدا. حلو قوي السنة دي. كان الاناناس السنة دي حلو، والبرقوق برضو من الحاجات الحلوة. يعني ساعات كده بيبقى طعمها مش حلو، انما السنة دي ما شاء الله طعمها جميل. دي طماطم، ال2 كيلو ب25. هي طبعا يعني طماطم بلح، بس مش احسن حاجة في السوق يعني، بس هي جميلة كلها، ما فيهاش حاجة. وده الخضار اللي انا اشتريته من السوق. هعمل الطماطم صلصة وهكيسها في الفريزر، عشان هي تعتبر كمية يعني، ولسه الطماطم غالية. والمشمش هعمله مهلبية. هبدأ اول حاجة بالمشمش عشان ما كانش هيقعد ولا يعيش معايا. بنضف الحوض كويس قوي من اي حاجة فيه، وبعدين بعد ما هنضفه هحط فيه السدادة بتاعة الحوض، وهملى الحوض مية، وهحط فيه المشمش يتنقع شوية. وبعدين هرجع اغسله تاني واحدة واحدة. بغسل السدادة كده عشان لو فيها دهون او اي بواقي من الاكل. وبعد ما نضفت الحوض هبدأ املاه بالشكل ده. وده المشمش كنت جبت 3 كيلو، اخر كيلو ده ب15، وال2 كيلو كان الكيلو ب20. احنا بنحب اوي مهلبية المشمش، قمر الدين. حتى ولادي عمرهم ما بياكلوه كده، ما بيرضوش ياكلوه ابدا. يعني مش بيحبوه كده زينا، لا. فمتعودة الحاجة اللي ما بياكلوهاش اقعد افنن لهم فيها بقى، ادخلها في حاجات كده. فالمهلبية ديت مش هعمله بقى قمر الدين، هعمله مهلبية. ممكن يتعمل عصير، فهنعمله مع بعض ونفرزه ان شاء الله. ينفع يقعد لرمضان، ممكن يقعد معنا بقى طول الصيف نعمل منه. وطول المشمش ما موجود بحب اجيبه بس لو رخيص. انا كان في اول الموسم كان ب50 جنيه، جبته مرة واحدة بس وما جبتهوش تاني.
انا متعوده من زمان ان انا اجيبه واخزنه كده بالشكل ده، من ايام ما امي كانت بتعمله لنا نفس الطريقه، من ايام بقى ما كان رخيص جدا، كان ايام الكيلو ب10 جنيه. ف بحب اخزنه واعمله يعني كده، نعمله مهلبيه، نعمله قمر الدين بالحاجات الحلوه، وهتقعد معانا شهور بعد كده بقى كتير، حطيته ممكن في نقعد حله معانا لمده واحطه على ست ميه، شهور المفروض كان في يتحط في حله اكبر شويه، بس هي الفريزر. دي اللي كانت متاحه عندي. وشفته كده بعد ما غلي واستوى على البوتاجاز. انا مش هضربه بقى بالهاند بلندر ولا بالخلاط، يعني عايزه احتفظ لما يبقى اجزاء كده، يعني محتفظ بقى بكل يعني طعم المشمش كله. ماشي. ممكن تضيفوا عليه سكر عشان بتستعمل كمادة حفظ، بس انا نسيت يوميها وما حطيتش السكر. عبيت بقى كده في الاكياس، يومها عمل لي 6 اكياس 3 كيلو، وفات كمان مرة عملت منها المهلبية في اليوم ده عشان العيال كانوا نفسهم فيها. عايزين تضربوه بالهاند بلندر او بالخلاط، تعبوه في الاكياس عشان يبقى سهل على طول تحطوه. برضو حاجة ترجع لكم لو هتستعملوه على طول. بس تعودوا اي حاجة تخزنوها، فاكهة او اي حاجة، تعودوا تحطوا عليها سكر. السكر بيستعمل كمادة حفظ. اخر حبة دول هسيبهم في الحلة وهضربهم. ودي الاكياس بعد ما خزنتها بوريها لكم، هحطها بقى في الدقيق. اخر حبة دول هضربهم بقى بالهاند بلندر كويس لحد ما هيبقى زي الماء خالص. حبة اللي هو المشمش دول بزود قصادهم قدهم او اكتر، او مرة ونص كمان مية، عشان هو بيبقى يعني ميزز وياخد ميه كتير، ما تقلقوش يعني بياخد ميه كتير، وبرده طعمه بيبقى لسه طعم المشمش فيه وطعمه جميل. يعني انا حطيت قد مقدار المشمش ده يعني مرة قده مرة مية، وهحط سكر وهحط نشا على البارد كده، وهقلب كله مع بعضه، وهدوب النشا ودوب السكر كويس قوي عشان ما تلقطش معاكم في قعر الحله. بقلب 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 كويس قوي، وهرجع احط النشا. السكر بقى حسب الرغبه، يعني انتوا بتحطوا السكر بتدوقوا السكر دي يناسبكم ولا لا قبل ما تحطوا النشا، عشان ما تنفعش تدوقوا النشا نيه. لازم النشا تستوي كويس وتغلي على البوتاجاز على نار هاديه. حطيت النشا وقلبتها. لو الخليط بارد ما ينفعش احط النشا، لو خليط سخن هيكلكع ومش هتنفع تبقى نشا. جبت بقى الاطباق وفرختها كده، ما غركوش من القوام السائل ده، بترجع تمسك، هي قوامها كده بترجع تمسك بقى، ما تتسقع وتبرد في التلاجة. حطيت بقى في اطباق كبيرة كده عشان ايه ننجز. في اليوم ده بقى عملت كشري، اللي هو رز بعدس. غسلت حطيت جبت ربع كيلو عدس، وحطيت قده رز او قده حبة بسيط يعني كده، وغسلتهم كويس. طبعا نقينا الرز من اي حصى فيها، ونقيتهم كويس من اي حاجة فيهم، وغسلتهم كويس وصفيتهم. عايزة اجيب ان شاء الله الفترة الجاية مصفى للرز، بقيت بتضايق قوي من المية اللي بتبقى في الرز. حتى جبت كده المصفى عندي، يعني ما تاخدش الكمية كلها، صفيت حبة. وده البيض سلقته اللي هعمله جنب الكشري، حطيت معلقة سمنة، انا بحب الكشري بصراحة، معلقة سمنة بلدي بيدوله طعم كده ويخليه جميل. وبعدين صفيت الكشري كويس وحطيت الملح، وحطيت عليه المية. الكشري طبعا زي ما احنا عارفين يا دوب بنغطي الكشري مية، ما بيحوزش مية كتير مش زي الرز، لا يا دوب يغطيه كده بالمية وبقفل عليه. بس لازم بقى يكون غطا محكم، لو اول هنعلي عليه عادي، اول ما الماء يشربها هنهدى عليه جدا. اعمل لهم بقى حبة سلطة. خرطت الطماطم والخيار. على فكرة الكشري والبيض أكلة تنفع للرجيم، الكشري والبيض والسلطة. كانت دكتورة الرجيم كاتباهالي في الرجيم، في يوم يعني يوم كشري وبيض.
بصراحة من النوع اللي هو الكشري مع البيض بيلكم قوي وبيشبع، وتحسي كده اما يا دوب تاكلي معلقتين كده من كتر ما تقدريش تاكلي. وعملت لهم سلطة كده وخرطت لهم اي حاجة عندي يعني، وبصل، وحطيت عليها ملح وفلفل وبابريكا وليمون، ودي بهارات كاري بتبقى جميلة اوي للسلطة. هي بصراحة كانت بهارات عندي كده، وما بحبش يعني ازود بهارات كتير على اللحمة والفراخ، فلقيتها ان هي جميلة على السلطة، ومن ساعتها وانا معتمداها في كل السلطة. قشرت البيض بقى عشان عايزة احمره كده جنب الكشري علشان يفتح نفسنا على الاكل، وبيبقى محمر احلى طبعا لو بمعلقة اي حاجة، حتى لو بمعلقة زيت متدحرج فيها كده هيبقى حلو، معلقة سمنة بلدي مفيش مشكلة. بس حاجة يعني ايه تضيع طعم البيض وريحته، وكمان ايه منظره حلو. وده كان غدانا الكشري شايفين الكشري، كشري جميل او مفلفل ومش معجن، انا بحبه كده حتى لو فاض حاجة، لو فاض من الكشري دي يعني الكشري دوت بيكفينا يومين، عشان احنا يا دوب بنتغدى منه، وبقية الحلة بسيبها لتاني يوم، هاكل منه تاني يوم برضو، هرجع بقى احط معلقة سمنة واحمره، وبيبقى جميل قوي 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 يعني. الكشري دوت اكلتي المفضلة. دي المواعين بقى اللي انا كنت غسلتها معاكم امبارح، هشيلها بقى ارصها في يعني الاطباق في الرشاقة والمعالق والاطباق والحاجات وكده، كل حاجة ترجع مكانها في المطبخ الخشب. انا كنت رشه معاكم المره اللي فاتت اللي هو بتاع النمل ده، اسمه المصل الذهبي، المصل الذهبي بتاع النمل، من الحاجات الحلوه قوي، بيتناه حتى يطلع النمل ميت. فطول الصيف وانا بعد ارش كده حواليا للنمل، عشان ما اخليش اي نمل ده كنت اجي اقف في المطبخ كده احس انه بيطلع عليا، على رجلي، على ظهري، بتلاقي من كل حته كده النمل بيجي، وتقريبا من الحر وهو ماشي اساسا في الحيطان، تلاقي يعني النمل في كل حتة، يعني مش سايب بيت لما يبقى فيه نمل ماشي مثلا على التقفيلة بتاعة المطبخ، ماشي على الحيطة، ماشي في الحمام، ماشي في كل حتة. فعلى طول بقى البخاخ ده يبقى عندنا في الصيف، وكمان ينفع للصراصير، وكمان سعره رخيص جدا ب20 جنيه. بغسل بقى كده اي مواعين معاكم، وانا بصراحة بتشجع بيكم، والمواعين ما بتخلصش. وده ازازة الزيت انا بحوش فيها الزيت، عايزة بصراحة اقوم والله اعمل الصابون، عشان كل ما بيقدم كل ما بيبقى حلو، يعني كل ما يقعد يعني شهر 40 يوم، كل ما الصابونة بتبقى حلوة. غسلت بقى الرخامة عشان ابدأ احط عليها المواعين النظيفة. غير ان الصابون دوت بيوفر جدا، شوف يعني مثلا بيقعد عندي بالشهر وبالاتنين، كنت زمان جبت بقد ايه صابون سايل، وبعدين الصابون بتاع بره بقى سيء جدا، اللي هو ب8 و10 ده بقى سيء، ومعادش بيرغي ولا بينضف، رديء قوي. وممكن الواحد يروح يجيب يعني مثلا كان في محل جنب عامل عروض الكيلو ب8، وجبت كيلو وربع، تحس ان هو مش صابون يعني، ولا حتى ميه، ولا حتى اي حاجه، ولا بيرغي ولا منه اي تأثير. فانتوا اي زيت عندكم حوشوه، بس ما تبيعوهوش، عشان بيرجعوا تاني يحولوه وهيرجع لنا احنا تاني، يعني بتوع الطعمية اللي بيشتروا الزيت السايب، وبتوع كل المحلات اللي بره، محدش بيعمل زيت نظيف زي اللي في بيوتنا، او زيت جديد، لا هو نفس الزيت.
فهيرجعلك تاني. فما تعملي بيه صابون او تعملي بيه اي حاجة تنفع بيتك احسن لك وهيوفرلك. شايفين الصابونة بترغي رغاوة قد ايه؟ لو صابون سايل اللي هو ب8 ولا ب10 ده عمره ما هيرغي ولا ينضف كده. وبعدين حتى لو الصابون فشل معاكي شوفي حد يعملهولك، او جربي مرة واتنين وتلاتة لحد ما توصلي للطريقة الصح. يعني ما تيأسيشي. انا تنتني اشوف ناس بتعمله لحد ما اتقنت اعمله لوحدي. هي دايرة وبتلف، يعني كل حاجة تعمل غلط هترجع تاني للواحد. لو بعنا الصابون عشان خاطر الزيت، لو بعنا الزيت عشان خاطر عشان خاطر الفلوس، ما هيرجعلك تاني. يرجعلك تاني في الفول والطعمية اللي انت بتشتريهم معمولين بقليين في زيت ايه ما تعرفيشي. الطاجن ده بيخلي نفس الاكل جميل جدا جدا جدا. لما عندهاش واحد تجيب واحد، ان شاء الله واحد بس يعني. هو في الرز جميل وكل حاجة، بس بيلزق الرز فيه. انما انا جربت فيه المسقعة جميلة، اللي هو اللحمة كده اللي هي الكباب الحلة كده بتبقى فيها صوص كده نازل منها، بيبقى جميل جميل جميل. دي الحلة اللي انا عملت فيها المهلبية، ما خلتش مواعين خالص يوميها. واديني عملت وريتكم واشتريت في السوق. وبعدين غسلت معاكم المشمش وعملته وفرزته، وغسلت كمان المواعين بتاعته. وبكده اكون خلصت المواعين الحمد لله رب العالمين، وغسلت الحوض على كده. ولولاكو انا ما كنتش وصلت لحد هنا بصراحة، ما كنتش وصلت اللحظة دي. ونشفت كمان الحوض كده بحتة الحمد لله. ونضفت كمان الحتة اللي انا بصور فيها، وقلت بقى انا هنزل تحت الحوض كده امسح الارض. ديت كيسين شامبو سباركل كده. سباركل ده ريحته رائعة 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 رائعة. ده تحت الحوض كده كان مليان نمل، فقلت هرشه وهنضفه وهرشه عشان النمل ما يطلعش تاني. ودي الغسالة كانت تحت الحوض، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين كمية ال- العفن ولا الجرخ اللي عليها دوت، بس هو من المية اللي بتنزل عليها. نضفتها بقى كويس كده وخلتها زي الفل، ما خلتش في اي حاجة. جبت عارفين الفرش اللي هي بتاعت البوتاجاز الصغيرة خالص دي، نضفت بيها بقى الغسالة دي من الاحراف دي. خلتها بتبرق من غير مسحوق من غير اي حاجة. يعني الاحراف كلها لو فيها اسود كده نضفتها كلها، خلتش فيها اي حاجة، وهي نضفتها خلتها زي الفل. هي كمنها تحت الحوض انا مش طايلاها، مش طايله انضفها. بس شايفين الحته دي مكسوره كده. من الغساله كان جوزي وقف عليها عشان يظبط الشفاط، فقام كسرها برجله. وفضلت بقى على كده، مش عارفه بقى هل يا ترى لها قطع غيار ولا ايه، ولا اسيبها. نضفت بقى الغساله من فوق كده كويس، ورجعت بقى نشفتها باخر حاجه. يعني غسلتها بالفرش الاول، وبعدين بليفه بالصابون، وبعدين ودي الحته دي بقى مليانه نمل كده ومليانه، هي بس مليانه نمل يعني. ففضلت بقى الاول احط ميه كده، بس هي كانت عايزه يعني ايه تدعك كويس، بس ما اجيب لها حاجه ادعك بيها. عايزه مسحوق او حاجه، عشان هي شايفين مطرح الغساله مكانها تحسي كده. ومسحت كده المكان من اي حاجه فيها.
طلعت زبالة كتير اوي. كل ده على فكرة نمل ميت من الرش اللي انا برشه، وكسر كنا ورجعت رشيت تاني بقى عشان ما الاقيش حاجة تاني، يعني بعد ما خلصت